الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يوصي الربانيين من عباد الله ويقول: فإذا فرغت من الدعوة إلى الله فانصب، وإلى ربك فارغب في سكون الليل، ونافلة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وتسابقوا إلى الخيرات وسارعوا إلى ربكم رغبا ورهبا، وكونوا لله خاشعين، واعفوا عن من ظلمكم، واعطوا من أعطاكم ومن حرمكم، وأحسنوا إلى من أحسن إليكم وإلى من أساء إليكم، وإذا خاطبكم الجاهلون فقولوا سلام الله عليكم وعفى الله عنكم، فلا نبتغي أن نكون من الجاهلين، واكظموا غيظكم واعفوا عن الناس يحبكم الله، وكونوا من المحسنين، وتواضعوا لفقرائكم فلا تحقروهم، وأعطفوا على المساكين، ومن رحم الناس رحمه الله أرحم الراحمين، ومن تواضع للمساكين والبائسين فأشعرهم بالاحترام وبالكيان، وإنهم أناس محترمون رفع الله مقامه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، واسألوا الله من فضله، وتنافسوا بالمال على حب الله وقربه، هو خير مما يجمعون، فيوعون ثم لا يجدون ما وعوا. وأما الذين انفقوا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم سيجدونه عند الله هو خير وأعظم أجرا، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وبروا والديكم فهم أحق الناس بكم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولا تؤذوا جيرانكم، فمن يؤذي جاره فليس من الله في شيء، والمسلم من سلم الناس من شره وأذاه، وعاملوا الكفار بمعاملة الدين بين المؤمنين حتى يتبين له ما يأمركم به دينكم من مكارم الأخلاق، واستعدوا ليوم لقاء الله يوم رحيلكم من هذه الدنيا إليه، فذلك يوم لقاءه، فليستعد من كان يرجو لقاء ربه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.